شلونكم؟ كيف تصبح فاشل؟ البعض من الناس دائما تسمعهم يرددون كلمة أنا فاشل. أنا فاشل بالدراسة، أنا فاشل بالعمل، أنا فاشل بعلاقتي ويا الناس. احنا ما نقدر ننجح باحتراف أو نفشل باحتراف، يعني مثل ما نقول مثل اللي ماسك العصا من الوسط، لا عارفين ننجح كلش ولا نفشل كلش. النجاح يحتاج إلى تخطيط، والفشل أيضاً يحتاج إلى تخطيط، أو بدون تخطيط راح نعيش مثل اللي أنت لا ناجح ولا فاشل. التعلم من الأخطاء يؤدي إلى النجاح، والعكس صحيح، يعني لما نتكرر الأخطاء أكيد راح تكون إنسان فاشل وباحتراف. ركز وياي أو كرر أخطائك، يعني مو مرة تكرر الخطأ أو مرة ما تكرره، ركز. الطموح لازم تقضي عليه تماماً، يعني أي طموح يعني نجاح، لكن المشكلة احنا صايرين بالنص، لا هو طموح ولا هو ماكو طموح. الفشل يعني الأخذ فقط، أما النجاح يعني العطاء، يعني تنطي أكثر مما تاخذ. فركز على الأخذ فقط، وإن شاء الله راح تصبح فاشل. أو دير بالك تغير رأيك بنفسك، يعني دائما قول لنفسك أنا فاشل أو ما أقدر أسوي شيء، لأن الإنسان الناجح يغير رأيه بنفسه لكن للأحلى، يعني أنا مبدع، أنا أحسن، أنا ممتاز. والنجاح هو عدة مراحل فشلت بيها من قبل، يعني حتى تكون فاشل باحتراف لازم ما تجرب طرق جديدة، ومن الجنون انك تعمل نفس الشيء بكل مرة او تتوقع نتائج مختلفة. اذا تريد تكون انسان ناجح فجرب طرق جديدة، لكن اذا كنت فاشل ابقى على وضعك. للنجاح القراءة ممتعة وتغير مفاهيم العقل او تفتح مفاهيم هواية، يعني اذا تريد تكون فاشل فلا تقرأ هواية. دير بالك تتحمل المسؤولية، لأن لا قدر الله إذا تحملت المسؤولية راح تنجح وتورط نفسك. دير بالك تبدع بشي وتفكر عكس طريقة الناس، لأن اللي يسوون هالشي راح ينجحون. أو صدق بالمعتقدات اللي تساعد على الفشل، مثل النحس والفقر أو عدم التقدير. خلي عندك شماعة دائما تعلق عليها فشلك حتى يكون منظرك حلو، وإذا ممكن خليهن 4 شماعات. أتمنى أكون قدمت مساعدة حقيقية لكل إنسان رايد يفشل باحتراف، واللي يريد ما يفشل خلي يتابعني بعد الفاصل. طبعاً البعض بفترة من فترات حياتهم يواجهون عدة عراقيل، وهاي العراقيل تمنعهم أن يحققون أهدافهم، وهذا الفشل ما يعتبر أنه هو فشل متعمد أو هو إنسان فاشل. والبعض من الناس عندهم قلة مثابرة على تحقيق هدفهم، أو على سبيل المثال أكو بعض من الموظفين عندهم قلة مثابرة في عملهم، أو يتأخر هواي أو ما يؤدي عمله بصورة صحيحة. لكن لو هذا الموظف سوى عكس هالشي راح تشوفه يكون إنسان ناجح. والبعض من الناس يحاولون أن ينجزون عمل ما لكن ما ينجحون بإنجازه، وراح ينسبون لهم الفشل. ولكن لو كان هناك محاولة أخرى كان اختلفت الأمور أو ما فشلوا. نصيحة: لو مرة فشلت بطريقة معينة إنه تنجح، حاول تغير طريقتك أو دومك غير تخطيطك. بمجرد إنك حاولت تغير هذا الشيء معناها إنك نجحت أو سويت إنجاز كبير. أو للخروج من دائرة الفشل
دومك ردد بينك وبين نفسك أنا فشلت بالمرة الأولى لكن راح أنجح بالمرة الثانية. أو لا تنسى قلة ضبط الذات، لأن لازم أكو انضباط للنجاح الذاتي بالحياة. أو إذا كان الشخص يفتقر للانضباط الذاتي راح يستسلم في بداية الطريق وراح يفشل من أول مشكلة تواجهه، أو راح يكون أضعف وبالتالي راح يستسلم للإغراءات سريعاً. تعرفون ليش؟ لأن عدم معرفة كيفية ضبط النفس راح تخليه ما يشوف أي سبب لتقديم تضحيات. أما إذا كان هناك قدر كافي لضبط النفس راح يكون الاستسلام للمغريات صعب. وحتى لا تكون فاشل أهم شيء يكون عندك إيمان شخصي بذاتك، لأن قلة الإيمان الشخصي بالذات ما يوصل الإنسان لطموحه، وأحياناً راح يوصله إلى منتصف الطريق وراح يعجز عن مواصلة الاستمرار لأن هو اتأخر عن أقرانه. ودومك خلي عندك ثقة وشجاعة للمواصلة. والبعض من الناس عندهم موهبة بالتبرير. يا أخي من تفشل لا تبرر فشلك، لأن تبرير الفشل هو الفشل بحد ذاته. ودومك لا تنظر لكل محاولة فاشلة على أنها فشل بالحياة، لأن البعض من الناجحين ما نجحوا من المرة الأولى لكن نجحوا من خلال بذل الجهد المتكرر حتى يوصلون للي يردوه دون تبرير الفشل بكل مرة. وخلي عندك ثقة بالذات، لأن قلة الثقة بالذات أو قلة الثقة بالنفس راح تقودك للفشل في الكثير من جوانب الحياة. والبعض من الأشخاص نشوفهم بعدهم ما داخلين بمشروع نسمعهم يرددون خاف يفشل، خاف ما ينجح، خاف ما يصير. والتفكير بالخوف من الفشل راح يخليك متردد، والتفكير بالفشل راح يخليك متردد وتخاف من اغتنام الفرص اللي تجيك. يعني لا تتردد إذا اجتك فرصة معينة اغتنمها، أو لا تخاف تفشل، أو الغي الخوف من قاموسك، لأن كلمة الخوف تسد عليك طريق النجاح وتعيقه. والنجاح الحقيقي يكون بالتقدم نحو الهدف خطوة بعد خطوة. أو أكو بعض من الأشخاص يحلمون فوق مستوى قدراتهم ويحطون نفسهم أهداف صعب تحقيقها. هؤلاء الأشخاص هم أكثر تعرض للفشل من غيرهم، لأن بس يعرفون مدى صعوبة اللي خططوا إليه من غير وعي تحبط عزيمتهم ويستسلمون. أو حتى ما نوقع بمصيدة الفشل لازم نلتزم بالتواضع. الكثير من الناجحين أكدوا وقالوا إنه التواضع من أهم مفاتيح النجاح. وأكو البعض يشوفون هذا الشيء شرط أساسي بالنجاح، لأن الشخص المتواضع يكون أعلى الأشخاص أداء. تعرفون ليش؟ لأن ما يركز على نفسه بشكل مبالغ لكن يركز على هدفه أكثر. وإذا ردت تعيش بمنفى الفشل لا تتواصل ويا الآخرين، لأن الشخص اللي ما يبذل جهد باستثمار وقته مع الأشخاص الناجحين راح يفوت على نفسه هواية من الفرص. ومع الأسف بهذا وقتنا البعض من الأشخاص صاروا يقللون التواصل مع الآخرين، يظنون إنه هالشي راح يبعدهم عن الفشل ويقربهم من النجاح. لكن الشخص الفعال اللي يتواصل مع الآخرين راح يزيد من فرص النجاح المستمر. أكو بعض من الأشخاص دومهم يصرون إنه هم على حق وما يسمعون كلام الآخرين ويستفادون من النصائح. دومك اسمع النصيحة من الصغير والكبير، قد تكون هاي النصيحة إلك درس في الحياة. أو لا تتشبث بموقفك أو رأيك دون تفكير منطقي، أو لا تنغلق على وجهات النظر ويا الآخرين. فعليك أن تختار، أما أن تكون إنسان فاشل أو تكون إنسان ناجح. مع السلامة.